تحية طيبة مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الحوار بريس، أهلا بكم من جديد في لقاء جديد، لقاء خاص في موضوع جديد مع شخصية جديدة. اليوم أود أن أتحدث وسنتكلم عن يعني موضوع اللي أثار القيل والقال يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنابر الإعلامية. ومعنا الضيف هو رئيس جماعة وولا سي محمد أيت سلام، اللي غادي يحاول يعطينا بعض التوضيحات. والموضوع يتعلق يعني بواحد القضية اللي هي أثارت الاهتمام ديال الرأي العام، اللي هي ربما واش هي مغالطات، واش هي يعني أن غادي نهضروا على القضية ديال سيارة الإسعاف التي ظهرت يعني في أشرطة يعني وفي مواد إخبارية على أنها تم استغلال سيارة الإسعاف من أجل يعني نقل الأزبال. واش فعلا تم استغلال يعني سيارة الإسعاف من أجل نقل الأزبال وتحويلها عن وظيفتها، أما أن العكس هو صحيح؟ في إطار دائما قناة الحوار بريس، دائما في إطار البحث عن الحقيقة، دائما نغوص يعني بتقاريرنا من أجل الوصول وتنوير الرأي العام. غادي يعني نستضيفوا رئيس ديال الجماعة ديال وولا اللي معني يعني بهذه القضية هذه بحكم هذه القضية ديال لومبيلونس لأنها هي تابعة لجماعة وولا. والسيد الرئيس واش فعلا تم تحويل سيارات الإسعاف الشاحنه لنقل النفايات؟ واش هذه الروايه هذه واش كاين شي توضيحات؟ يعني واش هذه الروايه هذه صحيحه في نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أشكر الحوار بريس على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار لكي ننير الرأي العام ولكي نقول الحقيقة، والحقيقة هي كل شيء، ولكي يفهم الجميع. أريد أن أدرج، سأتكلم بالدارجة لكي يفهم الجميع، وشكرا. تفضل سيدي. بالنسبة لهذه السيارة ديال الإسعاف جات من 2017، يعني في عمرها 7 سنوات. يعني كانت مبلاصيه. العام الاول مشينا خرجناها، لقينا باتري ميت، البنوات ميتين، البولات عاودناها، خدمنا بها 10 ايام. يعني 2017 يعني قبل الولايه ديالكم؟ قبل الولايه، يعني الولايه السابقه كامله. علاش؟ لانه انتجت بعدها في 2017 جات في الزياره الملكيه ديال سيدنا، كان بغى يجي الووله وتبنى واحد المستوصف في الدماغ وجات خصيصا لهذاك المستوصف. المهم هذاك المستوصف يعني باش تسلم لها في الولايه السابقه. علاش ما تسلماتش؟ باش نكونوا واضحين ونكونوا صرحاء شويه. على ما سلمهاش الرئيس القديم؟ لانه ما كاينش اللي يسلمها ليه تما. السبيطار ما فيهش لا ممرضين لا طبيب لا والو، يعني بقات هنا لقيناها حنا. المهم قاعده ديك الساعه تقريبا 5 سنين، قديناها خرجناها، خدمنا بها 10 ايام. هي على شكل صندوق هكا، ما فيها تهويه ما فيها والو. خدمنا فيها حتى واحد ما تيبغي يجي فيها. تنصيفتها يعني فريقه من التجهيزات، يعني ما فيهاش تجهيزات. فيها داك لولي فاش يكون المرضى، يعني واحد الكرسي اخر صغير، يعني بحال اي وسيله نقل اخرى، بحال اي وسيله نقل اخرى. حتى هذوك القراعي وكذا ما فيهاش. وحتى دوك الكوسانات يعني بواحد الطريقه، مع هو كبير شي شويه، قال لك واحد الخطا جات كاع واحد المرض وطاح بها. يعني الناس ما تلاوش تيبغيو يمشيو فيها، المواطنين والمرضى ما بغاوش يمشيو فيها. خدمنا بها واحد الوقيته، تنصيفطوها ترجع خاويه. تيقول لك صيفطونا لومبيلونس، راه عندنا 3 دي زومبيلونس، يعني 3 سيارات اسعاف. وهذه السياره خدمات تقريبا ديك 10 ايام. الاسعاف ماشي ديال الاسعاف، جيناها بلاصيناها، يعني ما تخدمش في الاسعاف. اش ولينا بلاصيناها. يعني بالنسبه للحاويات ديال الازبال، حاشا المستمعين وحاشا المنبر الحوار بريس، اش وقع؟ يعني وقع لنا عطب يعني
فهذاك سميتو دراجه ديال ثلاثيه العجلات، يعني كما يقول تريبورتور، كما يقال تريبورتور، خسر. يعني فاش خسر اش وقع؟ الناس جاو تيحتجوا لان واحد اليومين، يعني يومين خسر، هذوك الاسباب ما كنجمعوهم، ما كاين كينديروا. المهم جاو الناس تيحتجوا، كاينين 4 ديور هنا حدا المركز، يعني هذوك الحاويات بدا فيهم مع شكون الحال، بدا فيهم الريحه. عيطت لهذاك السيد داك الشوفور قلت لي شوف هذوك 4 الحاويات ديال سميتو سير ديهم خويهم، مشى داهم خواهم، جبنا السياره غسلناها رديناها لبلاصتها وناضت سميتو. ولكن غير توضيح في هذه المساله السيد الرئيس، يعني ان هذا الاسعاف راه ماشي استعملت من اجل نقل النفايات يعني لواحد المده، يعني نهار واحد اللي تستعملات، نهار واحد يعني هزا 4 الحاويات. اذا كان شي حاجه بلا هذا الشيء انا نتربى، يعني 4 الحاويات ديال فاش خسرت لي بورتو، لان ذاك النهار هزينا بها دوك 4 الحاويات لغد ليه دينا هزيناه في البيكو هذاك لي بورتو، دينا صوبناه جبناه خدمنا بها كيما اش تنديروا حنا دوك الحاويات تنديهم، لان حفرنا جبت الاليات ديال مجموعه الجماعات، درنا شي حفاري على برا وتنخذوا داك الزبل تنردوا عليه التراب. هذا هو يعني حتى ذاك المطرح ما عندنا، هذا الشيء اللي تنديروا. ولكن باش نخدموها في الازبال حاشا ميعاد الله، يعني نهار واحد هزينا بها 4 الحاويات، خويناهم من برا، جبنا السياره غسلناها. وفيما يخص لانه تقالت هضره اخرى سولتينيش عليها بلا الاسباب باش نقولها لك، قالت هضره اخرى قال ليه يستعملوها لاغراض شخصيه. علاش؟ دابا حنا تنبنيو في واحد المسجد وذاك المسجد تيبني واحد المحسن، يعني ان مساله ان لومبيلونس قالت بان لومبيلونس يتم يعني تينقلوا بها يعني الطوب الى غير ذلك من المواد البناء بسياره الاسعاف. يعني زعما واش ما كاينش شي وسيله اخرى باش اننا نستغلوا سياره الاسعاف وتستعمل لاغراض شخصيه؟ واش فعلا شي صحيح؟ الاغراض الشخصيه ما كاين حاشا ميعاد الله باش نستعملوها في الاغراض الشخصيه. يعني اش وقع في هذيك الحاله جا عندي رئيس الجمعيه، لانه المسجد دابا تنبنيو فيه، وقفوا المعلمين على واحد 40 ياجوره بغاو يزيدوها باش يبداو في المرطوب لهذاك السور. جاو ما كاينش اللي يجيبها لهم، لانه باش ينقلوا تقريبا شي 200 بلوس بوريتا غادي يمشيو يجيو. قلت له شوفوا سير جيب لهم 40 بريكه، 40 ماشي الاطنان 40. جابها خواوها، يعني لهذاك المسجد جات بلاصات. يعني هذا الشيء اللي كاين ماشي الاغراض الشخصيه، يعني استعملت الغرض المسجد، اغراض المسجد وماشي شي حاجه كثيره. يعني 40 بريكه، وديك 40 بريكه منين جات من عند بوت النائب الاول، والنائب الاول هو اللي دار هذاك الفعله. يعني واش بوت النائب الاول يعني هو عطى هذوك 40 ياجوره، جبناها للمسجد. ما هذوك الناس ما عندهمش فاش يجيبوها. يعني هي واحد العربه واقفه، وعربه اللي هي مثلا تعطات كهبه للجماعه ولكن ما تستغلش. يعني بحال انتم ابتكرتوا وقلتوا اننا نستغلوا حنا هذه العربه في اطار لانها يعني وقفه، يعني حنا غادي نستغلوها من اجل الصالح العام، عوض ما تبقى واقفه، مع العلم انها ما بقاتش يعني ما بقاتش تصلح ديك الوظيفه اللي كانت. هذا كل شيء بالنسبه لهذيك السياره. يعني قلتها سابقا وقلتها للمنابر اعلاميه اخرى، هي ما خداماش باقي في الاسعاف، ما تلاش تهز المره. يعني هزينا بها دوك الحاويات، جبنا بها دوك 40 بريكه لا اسميتو. يعني هاد الاغراض ماشي اغراض شخصيه، يعني اغراض ديال من ديال الجماعه، والجماعه هي راه ديال الوطن ديال المغرب. يعني ما درناش شي حاجه اللي هي يعني باش شي حاجه اللي هي خارجه على القانون. ولا شحال من واحد تيقول لك شحال ديك الساعه ملي تبغيو تستعملوها ديروا شي كاغيط على ديك الاسعاف. علاش؟ على مالنا بغينا نصفروا. صحيح. يعني ما بغينا نصفروا، بغينا نديروا، راه زينا بها ماشي شي حاجه. كل مثلا شي اغراض، راه كل شي واحد بغى يدير بها الاغراض الشخصيه راه غادي يدير لها فكاك، ولكن حنا تنديروا بها غير يعني منفعه ديال الجميع. صحيح. في اطار هذه التوضيحات اكيد ان السيد الرئيس اعطى يعني الراي ديالو بحكم انه سيد الرئيس يعني صاحب القرار يعني على مستوى
الجماعه عطى الراي ديالو. ولكن انا اللقاء ديال مشاهدينا الكرام ما غاديش ينحصر غير على لومبيلونس. نعرفوا ان جماعه وولا من اكبر الجماعات على مستوى اقليم الازيدان اللي تعرف واحد الاقليم اللي هو جبلي، واحد الاقليم اللي فيه اكراهات، واحد الاقليم اللي تيبحث على الطريق ديالو في التنميه من خلال يعني مشاريع ديال البنيه التحتيه، من خلال يعني وكاين خصاص، كاين مشاكل في النقل المدرسي الى غير ذلك. الى اي حد سيد الرئيس يعني جماعه وولا استطاعت انها تواكب هذه الديناميه ديال التنميه اللي كاينه في الاقليم يعني، واستطاعت ان ما هي المنجزات انطلاقا من الولايه ديالكم فهذا اشنو هو المنجزات مثلا المواطنين يعني فاش تيصوتوا عليكم المواطنين انتم كرئيس يعني راه عندهم مطالب، عندهم يعني احتياجات يعني كمواطنين. الى اي حد استطاعت الجماعه من خلال المشاريع ديالها انها اشنو جابت مثلا، شنو جاب المجلس للمواطنين ديالو؟ على كل بالنسبه يعني لهذه المسائل هذه اريد ان ارفع باسمي وباسم اعضاء مجلس جماعه وولا تحيه صادقه للسيد عامل عماله الزلال، لانه تيوقف معنا كما قلت سابقا بالنسبه باش ندرج باش الناس يفهموا. مرحبا. يعني سيد العامل تيوقف يعني وتيوقف ماشي مع وولا، مع الجميع. يعني السيد العامل تيوقف مع الجميع، وغادي نعطيكم المسائل اللي جاتنا من العماله ومن الجهه ومن مجموعه الجماعات والمجلس الاقليمي، وفي نفس الوقت غادي ندوز للمنجزات ديال الجماعه باش حتى واحد ما نستهلوا به. لانه باش نقول مثلا غير المشاريع ديال الجماعه ونخلي داك الشيء اللي جبنا من الجهات الاخرى ما مقبولاش. بالنسبه للمشاريع متعدده من بينها فتح ثانويه بالمركز، هذه راه دار فيها السيد العامل يعني مشيت عنده وطلبته باش، لانه بدات العام الاول كل ما مشينا وتدخل السيد العامل ما غاديش تبدا العام الاول، ربما حتى هذا العام واش تبدا ولا ما تبدا. على كل زائد داخليه بالاعداديه راه دارت دراسه مؤخرا تقريبا شي شهرين، راه جاو دار دراسه توسيع دار الطالب. يعني هذا يعني من طرف السيد العامل الله يجزيه بخير. توسيع دار الطالب، تهيئات المركز، تهيئه المركز حتى هي تدخل هاي الاشغال دابا تقريبا راه واصله 30%. النقل المدرسي في الولايه ديالي زاد لنا السيد العامل 6 ديال النقل المدرسي، وحاليا عندنا اسطول عندنا 15 حافله ديال النقل المدرسي. برمجات 4 طرق، هاتي مشيت عند السيد العامل كانوا مسيرات عيطنا السيد العامل. نمشيو للطرق السيد الرئيس، اكيد هذه المنجزات اللي استل كلها تقريبا في قطاع التعليم بما فيها نقل المدرسي، بما فيها كاين واحد الاشكال حقيقي اللي تعانوا من هذه الجامعات في هذا الخصوص في هذه الفترات الاخيره، هو الاشكال ديال الماء، الاشكال ديال المياه. واش الجماعه ديال وولا الى اي حد استطاع يعني المجلس ديال الجماعه ديال وولا انها يغطي المجال الترابي من خلال الاستفاده من المياه خصوصا هذه السنوات ديال الجفاف؟ بالنسبه يعني بالنسبه لهذه السنه ديال الجفاف، يعني بالنسبه للمنظومات المائيه حاليا لدينا 9 منظومات مائيه، 9 يعني بالشهريج، بالانابيب البلاستيكيه، يعني الماء غادي للديور. وهادو مؤخرا حنا درنا مبادره يعني في المجلس الاقليمي في مجموعه الجماعات، لانه الفاتوره تجي للناس غاليه من طرف يعني فاش تيكون خدام بالالكتريسيتي يعني بالضوء ولا بالغازوال. يعني درنا طاقات شمسيه، وهذه الطاقات الشمسيه جبنا 6 من المجلس الاقليمي، وجبنا 3 من مجموعه الجماعات، وجبنا مضخات من مجموعه الجماعات. يعني غير باش نكونوا حاليا منظومه اللي باقيه شويه راه برمجناها، راه درنا شاطو، يعني باقي دابا واحد سميتو ديال الانابيب يعني في اكرد، هذه اللي باقيه مازال ما كاينه منظومه كامله. يعني اما بالنسبه يعني للمنظومات راه دابا الجماعه ما تتعانيش. النسبه ديال التغطيه واش تقدر تعطينا شي نسبه مثلا التغطيه ديال الساكنه؟ شحال النسبه مثلا؟ التغطيه تقريبا نقول لك راه غاديه 90% حاليا. يعني كاينين حتى لونيب، راه كاينين دابا الجمعيات اللي شاده من عند لونيب فحال المركز دابا راه داخله لونيب، وكاينين جمعيات اللي شادين من عند لونيب الماء.
في الجامعات الاولى، والمنظومات الاخرى راه كلها غاديه بواحد بواحد الصفه اللي هي مزيانه جيدا. بالنسبه لهذه المساله ديال الماء، حاليا راه الجامعه وصلت تقريبا 90%، ان داك الشيء اللي باقي كاينين مؤخرا كاين الفيورا اللي وقحوا، والسيد العامل راه تقريبا جوج راه عاودوا حفروهم ولقينا الماء. باقي دابا واحد اللي سميتو راه دابا تعديو بليسيترن. ربما المهم في البرمجه الاخرى قدرنا نديروا نحفروا واحد الثقب مائي، وغادي تكون المسائل 100% في الجامعه بالنسبه للماء الصالح للشرب. اكيد. هضرتي على التنميه، على التهيئه ديال المركز، يعني مجموعه من المشاريع. اشنو هما المشاريع مثلا اللي هي مهيكله اللي كتنتظرها الساكنه ديالو، ولا مثلا خلال الاستراتيجيه ديالكم في هذا المجال؟ على كل بالنسبه للساكنه الانتظارات كثيره، ولكن حنا هنا باش نشوفوا الاولويات. راه ما يمكنش تقول انا مثلا في المركز ما يمكنش نقول راه بغيت مثلا شي نادي ولا شي حاجه والناس مازال ما لقاو الماء، والناس مازال ما لقاو فك العزله، ومازال راه كاينين حوايج اللي عندهم اسبقيه. ديك لا بروريتي تدفعك انت باش هذوك الناس المقاطعات او لا الدواوير اللي فيهم شويه ما غاديش كل دوار خصو يستافد شويه. وحاليا العزله راه الجهه ولا المجلس الاقليمي ولا الطرق راه تعاوننا. راه الجامعه تقريبا دوزات 117 كيلومتر ديال فك العزله ديال لي بيس، والمجلس الاقليمي راه دوز، والاليات راه جبناهم من مجموعات الجامعات وفكينا العزله تقريبا دوزنا بها طرق، ودرنا ملاعب. دابا راه ما كاينش شي دائره فاش ما كاين ملاعب. الدوائر كاملين دابا ديال سميتو فيهم ملاعب، ماشي ملاعب بديك الصفه اللي غير ملاعب عاديه. سي محمد، سيد رئيس المطالب راه هي كثيره، والاحتياجات خصوصا هذيك التراكمات ديال الفوارق الى غير ذلك. المجلس الجماعي كيفما كان بميزانيات الميزانيات محدوده، ماشي شي ميزانيات اللي تقدر انها التنميه الشامله، ولكن من خلال شراكات، من خلال تدخل ديال مجموعه من المتدخلين في التنميه، تيحاول المجلس الجماعي انه يسطر الاولويات كيف قلتي. على اي سي محمد، كنشكرك على هذه التوضيحات هذا. وقناه الحوار، نعم، قناه الحوار بريس دائما مفتوحه دائما للراي والراي الاخر، ومفتوحه للجميع من اجل تسليط الضوء وتنوير الراي العام. كلمه اخيره سي محمد. الكلمه الاخيره دابا بالنسبه للطرق، راه باقي لي واحد المساله هذه مطلب. كانوا مسيرات السيد العامل تدخل الله يجزيه بخير، راه عطانا تقريبا هي الطريق المؤديه الى دوار اوجدان و30، فتحت الطريق الرابطه بين الطريق 304 و313 و30، بناء الطريق المؤديه الى دوار ايت العتمري، فتح وتأييد الطريق المؤديه الى افلانيغيل. هادو من طرف السيد العامل الله يجزيه بخير. وسأمر الان الى الصحه. حاليا تمت الدراسه ديال المستوصفين، دراسه تقنيه ديال مستوصف محدة ومستوصف تشواريت. مستوصف تشواريت راه بدات الاشغال. بالنسبه للمركز الصحي ديال وولا تمت الدراسه مؤخرا تقريبا شي شهر ولا شي حاجه، حتى هو راه غادي يترمم ويدار ليه التوسيع ديالو. وبالنسبه للمشاريع التي تمت من طرف الجماعه، ما يمكنش نسرد كلشي لانه كثيره. تقريبا عندنا 40 مشروع فيما يخص الماء، فيما يخص الطرق، فيما يخص تجهيزات ديال المكاتب، فيما يخص اسميتو. وساقدمها لكم اللي بغى مثلا يشوف هاد 40 مشروع ساقدمها لسيادتكم. ولكم الشكر وتنشكركم جميعا، وشكرا
جزيلا. شكرا لك سي محمد رئيس جماعه وولا اللي اعطانا مجموعه من التوضيحات سواء فيما يخص سيارات الاسعاف اللي دار عليها يعني ضجه اعلاميه فيما يخص انها تنقل الازبال، واعطانا يعني توضيحات الحقيقه ديال هذه القضيه. ومساله اخرى انه اعطانا توضيحات فيما يخص التنميه ومجموعه من المشاريع. هذا في اطار هذا البرنامج التي كنشكركم يعني المتتبعين الكرام على يعني البقاء معنا في هذا البرنامج في هذا اللقاء الخاص الذي سنحاول دائما ان نستضيف فيها دائما الراي والراي الاخر والقضايا من قضايا يعني السياسيه والمجتمعيه. يعني نشكركم الى لقاء اخر ان شاء الله.